اللاعب الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة لإقامة المباريات الدولية. قلت الجميل هو 5 مباريات متتالية و5 انتصارات، المنتخب الإفريقي الوحيد اللي حقق هذا الرقم في التصفيات. الأجمل هو أنه لعب بمجموعة تسمى بالبدلاء، ولو أنه على مستوى المنتخب لا يمكن الحديث عن لاعب أساسي ولاعب احتياطي، ولكن كثير من اللاعبين لأول مرة لعبوا مباراة في خارج الجزائر في إفريقيا، يعني مباراة تونس في شهر سبتمبر الداخل. عندنا مباراة الأخيرة أمام تنزانيا في الجزائر، إن شاء الله نحقق 6 انتصارات متتالية، وهذا الحدث يكون تاريخي بالنسبة للجزائر وبالنسبة للكرة الإفريقية. وبعدها ندخل تصفيات كأس العالم بمباراتين في شهر نوفمبر ثم مارس ثم يونيو ثم السنة التي بعدها، طبعا بعد أن نلعب نهائيات كأس إفريقيا في يناير. أتصور اليوم بأنه جمال بلماضي صارت عنده نظرة خاصة وعامة، خاصة عن كل لاعب فنيا حتى ذهنيا ونفسيا، وعامة عن ما يريد أن يفعله خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه نهائيات كأس أفريقيا يجب أن يضعها في الحسبان ويلعبها من أجل المنافسة عليها، لا أقول من أجل الفوز بها، ولكن يلعبها من أجل المنافسة عليها، ليس كما كان عليه الحال في الكاميرون في المرة الماضية أننا كنا أبطال إفريقيا. هذه المرة لن نشارك كأبطال إفريقيا، هذه المرة نشارك ونحن في بالنظر للجماهير الجزائرية والإفريقية والعالمية أن منتخبنا تراجع، لم يعد كما كان، لن نكون مرشحين. هذا يخدمنا كثيرا. المرشحون ستكون المنتخبات التي شاركت في المونديال الأخير مثلا، وستكون معهم مصر كذلك ونيجيريا. جميل جدا أن نلبس هذا الثوب. جمهورنا الرياضي الكريم، استمعتم إلى ما قاله حفيظ دراجي، نقاط مهمة تكلم فيها حفيظ دراجي. تكلم على نهائيات كأس إفريقيا، تكلم على أهم النقاط من هذا التربص، تكلم أيضا على المباراة الودية اللي راح تجمعنا بيننا وبين تونس، وخاصة الندية هذه اللي تجمع بين الجزائر والأشقاء العرب كافة، ليس تونس فقط أو مصر أو المغرب، حتى ليبيا وحتى موريتانيا. أيضا تكلم على تصفيات كأس العالم، تكلم على الأولاد الصغار هذه والمنافسة اللي راح تشعل المنتخب الوطني الجزائري. تكلم على عدة نقاط، صراحة نقاط كانت لها أهمية كبيرة، عجبتني شخصيا يا خوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نخليكم نقاط أخرى تكلم فيها حفيظ دراجي، راح تجدوها. ما تنسوش فقط اشتراك في القناة وتكبروا قناتكم. سلام.